شايفين بقى اسكندرية وجمال اسكندرية وليل اسكندرية وشتا اسكندرية وجو اسكندرية في الشتاء اللي بجد يا جماعة تحفة. أنا بحب جدا اسكندرية في الشتاء أكتر من الصيف. بصوا بقى الجمال، نزلت كده خروجة على السريع قلت أصورها وخليكم معايا كده فيها. بجد يا جماعة كان الجو حلو جدا، الجو هادي ليه. أول حاجة دي كانت الساعة 10 بالليل، ده كده كورنيش. ده كورنيش الشاطبي. الساعة كانت 10 بالليل، الجو هادي لأن كان امتحانات امبارح، طبعا في امتحانات وكده. فبتلاقي الجو هادي بالشكل ده، قلت كده صوروا كده معاكم واخدكم معايا في الخروجة دي. احنا دلوقتي كنا ماشيين على الكورنيش، بندور على ايه، على بتاع حمص الشامي. هندور دلوقتي على حمص الشامي وهناكله حمص الشامي كده مع بعض. بصي بقى كده الجمال، بصي الليل، بصي الهدوء كده، احنا لقينا حمص الشام. خلاص بقى كده بنرجع كده ايه. ايوه عشان ناخد حمص الشام. الراجل بقى جه بيقول في المقاس ده وفي المقاس ده وفي المقاس ده وفي السعر ده وفي السعر ده وفي السعر ده. طلبنا بقى كده حمص شامي واكلنا حمص الشامي بالشطة والليمون. كان طعمه حلو جدا. بصي بقى كده كنا ايه، يعني كنا في محطة الرمل، يعني قبل محطة الرمل بشوية بمحطة كده. ده اللي هو قبل محطة الرمل على طول. كلت بقى الحمص، بصي بقى الشطة والليمون والبخار في برد، امبارح كان الجو برد. طبعا اللي من اسكندرية عارفين. امبارح كان الجو برد جدا والنهاردة برضو الجو برد. عايزة اقول لك جو اسكندرية وكورنيش اسكندرية حلو جدا. اسكندرية عموما جميلة. فضلنا بقى ماشيين كده واحدة واحدة. هوريكم دلوقتي بقى محطة الرمل، المنشية، بحري، هناخده لفة كده ايه مع بعض. بعد كده كنا بندور بقى على ذرة، بس احنا كنا لسه اكلين الذرة من يومين وبصراحة ما كانش حلو. فمرضناش، يعني ما كانش محلي، يعني ما كانش حلو، مش اوان الذرة. فعشان كده ما يعني قلنا نستبدل الذرة. هنشوف دلوقتي اكلنا ايه بدل الذرة. بصي الجو والهدوء والجمال، بجد الجو حلو جدا. انا كان نفسي انزل اقعد على الكورنيش كده ساعه ساعتين، ما كنتش احس بالبرد، لان انا بحب جدا ان انا اقعد بالليل كده يعني على الكورنيش كده بالليل كده قصاد البحر، بيبقى بجد الجو حلو. طبعا شفنا الكاريتا كده اللي عدت ديت، الباصات الكاريتات على البحر. لما بقى ابتدينا ان احنا ندخل على المنشية وكده، ابتدى ايه، يعني يبقى في ناس كتير اكتر من محطة الرمل. اكتر ان احنا طبعا عارفين ان المنشية ما بين بحري ما بين محطة الرمل، فبيبقى فيها ناس كتير يعني. دلوقتي بقى احنا كده داخلين على بحري، دي بقى كده كانت البداية، خلاص عدينا المنشية كده بمحطة وداخلة كده بقى على بحري. انا بقى من عشاق بحري، بموت في بحري. زي ما احنا شايفين برضو الشاطئ كده مفهوش، الكورنيش كده فاضي، مفهوش ناس كتير. شايفين بقى كده بحري بقى وجمالها. بجد يا جماعة تحفة تحفة تحفة. اوعي بقى تكوني قاعدة ونستني في اللايك. كده احنا ايه ماشيين كده في بحري، الكافيهات بقى اللي على البحر، الكافيتريات، بتوع الذرة اللي على البحر، نوادي النادي اللي هو اللي على البحر. زي ما احنا شايفين بنفضل كده ايه بقى ماشيين. وهنا بقى بتاع ترمس، وهنا الناس ماشية وبتتمشى، وهنا بتاع بطاطا مشوية ويا سيدي. وهنا النار اللي شفناها ديت بتاع ذرة، بس احنا زي ما قلنا كنا لسه اكلين عند نفس الراجل ما كانش حلو ومش مسكر. فعشان كده ما حبيناش ان احنا ناكله ايه ذرة تاني. بس احنا بصراحة كنا ماشيين، احنا كنا من يومين هناك. فاحنا ماشيين كان في عربية في بحري هنشوفوها دلوقتي مع بعض. كان في ناس كتير جدا واقفين حواليها، فكنا عايزين نعرفه، الفضول هيموتنا نعرف العربية دي بتبيع ايه حلو. بس كانت زحمة والطريق زحمة، فبصراحة ما وقفنيش. فالنهاردة واحنا ماشيين قلت لهم طب ما تيجوا نشوفوا العربية اللي احنا شفناها من يومين، الناس زحمة عليها فيها ايه. كان نفسي تطلع زلابية. بصراحة طلعت عربية يا جماعة حلوة. احنا كده اهو في بحري، بصي بقى المراكب، بصي بقى شط بحري بقى وجماله بقى. يا سيدي يا سيدي. والمراكب ان شاء الله باذن الله قريب هاخدكوا جوله معايا، هنأجر يخت واخدكوا كده جوله واصورها كده معاكوا. ده المسجد بقى اللي هو عند القلعه في بحري. وبعد كده زي ما احنا شايفين كده، دي بقى نقطة بحري كده زي ما احنا شايفين. وهنبتدي بقى ان احنا ندخل على عربية. عايزة اقولك ان عربية الحلويات دي في وش
الحلقة حلقة السمك اللي في بحري بالضبط، ناس ذوق جدًا، حاجتهم نضيفة جدًا يا جماعة شمعة، عنده كنافة بالكاستر، عنده جلاش اسمه جلاش يوناني، عنده حجازية، عنده بيتي فور يا جماعة تحفة بجد، كأنه بسمنة بلدي، عنده هريسة، عنده كنافة بالشوكولاتة، عنده كيكة بجد عنده كيكة شوكولاتة، عنده كنافة بقى بالنوتيلا، بجد ولد ذوق جدًا اسمه عمر، بُصّي بقى هو اللي بيوريكم دي كده، بجد ذوق، وعنده بقى الفطير بالسكر، عنده قدوسية، عنده كسكسي، عنده جميع جبت بقى أنا بصراحة طبق كده بيتي فور، وعايزة أقول لِك إن الطبق بالكمية الهايلة دي ده ب10 جنيه، ودوّة بقى الجلاش اليوناني كان طعمه خطير، بس أحلى حاجة بصراحة كانت البيتي فور والفطير، تحسيه بُصّي بقى الجمال كان طعمه حلو ودايب في البُق، وكمان من كتر ما هو كريم دوّقنا، يعني هو اللي خلّاني اشتريت البيتي فور إنه قال لي إيه اتفضلي دوقي دي، فلمّا دُقته لقيته حلو، قُمت بصراحة اشتريت منه. أسلوبهم جميل، نضاف جدًا، حاجتهم فيها بركة، حاجتهم رخيصة، ما فيش حاجة ب10، ما فيش حاجة ب5، عندهم قطع جلاش، قال لي كمان اتفضلي صوّري جوّه، أنا اكتفيت بمنتجات برّه، بس عنده بجد أكتر من 30 منتج حلويات، وفي ب5 وفي ب10 وفي ب15، أكتر حاجة عنده يا جماعة ب15، كنافة بالقرفة، كنافة بالنوتيلا، أكلنا الفطير وأكلنا الجلاش اليوناني وأكلنا البيتي فور، ولفينا كده خدنا لفة من الناحية التانية كده زي ما إحنا شايفين، بحري بقى كده من الجنب التاني، بجد يا جماعة تحفة، باحبكم في الله أحلى أخوات، اوعوا بقى تكونوا ناسينّي في اللايك والاشتراك والسبسكرايب لسمر أبو العلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله حبايب قلبي.